أيها الأفاضل، دائما وأبدا مع قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أكلمكم اليوم على موضوع هام. هذا الموضوع هو الزواج في الإسلام، ولكن من وحد النافذة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، الزواج آية من آيات الله عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع هام. يا حبذا لو الأولياء يسمعوه، يا حبذا لو الأولياء يسمعوه، لأن الكثير من الأولياء راهم ساقطين في واحد الفخ، راهم معطلين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أحدثكم عن هذه الموعظة الهامة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نطرح عليكم سؤال: ما حال الزواج في أمتنا اليوم؟ كيف هو حال الزواج أحبة رسول الله؟ إلا من رحم ربك. الزواج اليوم راهو تعبان. سنة محمد صلى الله عليه وسلم معطلة من أمة محمد ومن نساء أمة محمد ومن أولياء أمة محمد ومن أمهات في أمة محمد، هم من يعطلون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العفو والعافية. كثير من الشباب يقول لك اليوم نروح نتزوج يطلبوا لي مهور غالية. تروح تخطب اليوم بنت الناس يقول لك، حتى أن الشباب يقول لك: مللنا من الزواج، قصدنا الحلال فما وجدنا ففتحت لنا أبواب الحرام. أين الرحمة؟ أين الرحمة فيما بيننا في إحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. علاش بنيت هذا الدرس اليوم؟ بنيت على هذا الدرس على أمر وجب ألا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يكون في أماكن أخرى وأديان أخرى وفي أعراف أخرى وفي أعراق أخرى، أما في أمة اسمها أمة محمد هذا الأمر لا يكون. هو شاب قال: قصدت من ما كانش. قال: الدار الأخرى اللي قصدتها أعطوني بنتكم نزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا له: ما نعطيولكش. لماذا؟ ايش هو السبب؟ قالوا له: انت تخدم في القمامة في الزبلة، ما نقدروش نزوجوا بنتنا لواحد يخدم في القمامة. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل فيا موت زر إن الحياة مريرة ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. هذا سبب من أسباب حبس الغي، أننا عطلنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله. قال: أنت تخدم في القمامة، بالدارجة نتاعنا تخدم زبال، احنا اللي نظفنا القمامة نتاعنا احنا نرمي القمامة، هو النظاف ولا العكس؟ سبحان الله. انعكست المفاهيم في قلوب الناس وفي مفاهيم الناس. لا إله إلا الله. تعالوا، هذا كله بعد عن الدين، هذا كله بعد عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انت يا فتاة ما كيش خير من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ما كيش خير من فاطمة. جاء علي رضي الله عنه وأرضاه فلتسمع الدنيا ماذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فتحنا أبواب الحرام وأغلقنا أبواب الحلال. لا إله إلا الله. ماذا يحدث في أمة محمد؟ طيب الناس اليوم فتاة تروح تخطبها، معظم الفتيات تقول لك عندك سيارة ودار وعمل. ما شفناش القلة اللي يقول هذا الإنسان يصلي ولا ما يصليش، القلة اللي يقول هذا عنده دين ولا ما عندوش دين، هذا الإنسان عنده أخلاق ولا ما عندوش أخلاق. تسأل على السيارة
وتسأل على البيت وتسأل على أحبة رسول الله على العمل، والعمل لازم يكون العمل مرموق مرموق مرموق، وسيارة لازم باش تبقى تحوس المرأة هذه، هذا ما كان، ودار وحدها. سبحان الله، الناس كل يوم أي فتاة تقول لك داري وحدي. يا سيدي نهار اللي تمرضي شكون اللي يعطيك كاس ماء؟ تمرضي أنت عندك أولاد صغار من يطيب لهم؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما الذي يحدث؟ أنا حاير هاد الشباب اليوم معظمه بطال، منين راح يجيب لك دار وسيارة وعمل مرموق؟ تسمى هكذا أمة محمد واحد ما يتزوج، يكثر الفساد ويكثر الزنا وتكثر الفواحش وتعطل حدود الله عز وجل. تعالي إلى فاطمة، روحوا اقراوا، لأن قاعدين نقراو غير في الفيسبوك وقاعدين نشوفوا في أوروبا كيفاش راهي عايشة. أوروبا اليوم راهي حاصلة في روحها، الروس راهي تضرب في أوكرانيا، هازين قشهم وهاربين. سبحان الله، أوكرانيا هذه البارح هي تضرب في صدام حسين، طيحاته، ساهمت في الغزو نتاع العراق وأسقطت صدام حسين، وفي يوم عيد وبكاو المسلمين أبناء غزة أحبة رسول الله، دماء سالت، ذوقوا ما ذاق المسلمين. إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. أعداء الإسلام سيسقطون، إذا ما سقطتهمش أمة محمد فسيسقطهم الله واحدا تلو الآخر. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. باش يذوقوا واش ذاقت أمة محمد، باش يذوقوا واش ذاقوا شباب أمة محمد وشيوخ أم محمد وأطفال أمة محمد. كم من أطفال ذبحوا وقتلوا، كم من أطفال. محمد الدر هذاك الطفل الصغير فلسطيني مخبي ورا باباه أحبة رسول الله، واليهود يضربوا فيهم، هم يقولوا يا وليدي يا وعندي طفل صغير، ما عندنا لا سلاح ما عندنا لا ناوي، فقتلوه سيقتلهم الله. ربي سينتقم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سينتقم ربك لهذه الأمة، لأنها أمة موحدة، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هامخ الناس تستشهد بالغرب اليوم، الغرب يقتلوا في بعضهم. سبحان الله، هايك أمريكا تخلت عن أوكرانيا، أخي يهود ونصارى في بعضهم، هم تخلوا على بعضهم من أحبة رسول الله. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربي يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا رد لليهود والنصارى اللي قاعدين يقولوا إحنا الإسلام إرهاب. نحن إرهاب؟ شكون اللي راهو يقتل اليوم؟ أجيبونا بالله عليكم، شكون اللي راهو يقتل اليوم في الأطفال ويضرب في الصواريخ والنووي؟ من؟ أمة محمد راهي تقتل؟ أبدا. لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. أمة محمد أمة سلام وأمن يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود لدرسي. جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أكلمك في أمر وإني استحييت منك يا رسول الله. فقال له النبي: قل. قبل ما يقول له قل، قال له: جئت تخطبني في فاطمة، جئت تخطبني في فاطمة، وفاطمة خطبها أغنياء وما مدهاش النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: يا علي، ألك ما تمهرها؟ كش ما عندك شيء تعطيها مهر؟ قال له: يا رسول الله، أنا إنسان فقير وزوالي وقت تعرفني يا رسول الله. سبحان الله، هذا تربى في بيت النبوة. قال له: يا رسول الله، من يحدث النبي، والنبي قاعد منه علي أحبة رسول الله. قال له: يا رسول الله، تعرفني باللي ما عنديش، إنسان أنا فقير ما عنديش، والكثير من الشباب اللي حابين يتزوجوا ما عندهمش أحبة رسول الله، ما كانش إلا غالب، ما رزقهمش الله عز وجل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال له: يا علي، شوف الرجل الصالح لما يحب يبسط الأمور، لما يحب يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا علي، ما عندك والو؟ قال له: ما عندي والو يا رسول الله، وحبيت نتزوج فاطمة. صلوا على رسول الله. النبي بسط الأمور، قال له: يا علي، وراه الدرع الحطيمية، الدرع هذيك اللي عطيتها لك، هديت لك واحد النهار درع ما يلبسه المحارب في الحرب، ذاك اللباس يلبسه المحارب في الحرب سموه الدرع. قال له: هذيك عندي يا رسول الله. قال له: روح جيبها يا علي. بساطة سهلها تسالي يا أحبة رسول الله. رحم الله زمانا بياتنا ما شافوا أمهاتنا، ما شافوهم لا في فيسبوك لا في تويتر، لا مشاو معاهم
لا قراو معاهم في الجامعة ورباو ضناو 10 رجال و5 بنات ورباوهم وخرجوا كل صناديد، الرجالة خرجوا رجالة والنساء خرجوا نساء. أمهاتنا ما قراوش وبياتنا ما قراوش، خرجوا رجالة، خرجوا فيهم من الحياء ما فيهم وفيهم من الخير ما فيهم، وهما زادوا ضنا وجابوا 3 و4 و5 وزادوا رباو. جينا في هذا الجيل أصبحت الأم تقول بنتها روحي وجاك هذا وجاك هذا وجاك هذا، ديري القرعة درك ما بيناتهم. سبحان الله سبحان الله. أبلغ الاستهزاء بسنة نبينا محمد إلى هذه الدرجة: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. يا أبا هكذا تزوجتوا أنتم؟ ويا أمهات هكذا تزوجتوا أنتم؟ أيها الآباء أيتها الأمهات هكذا تزوجتم؟ يا أخي جيت للدار لقيت الزوجة نتاعك، سبحان الله. ممكن اللي ما شاف تزوجته حتى جابوها له للدار. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اش راهو يوقع في المجتمع اليوم؟ فتاة مخطوبة تمشي مع هذا وتزيد تروح تمشي مع هذا وتزيد تمشي مع هذا، وهذا يلقاها في النقال وهذا عند هذا، واحد الخلوطانة عايشينها، واحد الهم واحد الغم. سبحان الله. أين الحياء؟ سألت عن الحياء في أمة محمد فقالوا إن الحياء مريض. ثم سألت عن الحياء هي الحشمة، فسألت عن الحياء فقالوا إن الحياء ادوه المستشفى. فسألت عن الحياء فقالوا الحياء يحتضر إنه في سكرات الموت. سألت عن الحياء فقالوا خرجت روح الحياء. سألت عن الحياء فقالوا مات. سألت عن الحياء فقالوا إنه يغسل. سألت عن الحياء فقالوا إنه يكفل. سألت عن الحياء فقيل لي حمل الحياء على النعش وذهب به إلى المسجد ليصلى عليه صلاة الجنازة. سألت عن الحياء فقيل لي صلي عليه صلاة الجنازة في المسجد. سألت عن الحياء فقيل لي ذهب به إلى المقبرة. فذهبت إلى المقبرة فوجدتهم أمام قبر فقلت ماذا تفعلون؟ قالوا إنا ندفن الحياء. استدرنا واستدرنا. أين الحياء؟ الحياء تحت التراب. أين الحياء؟ الحياء دفن وإنا لله وإنا إليه راجعون. حياء، أين الحياء يا أمة الحياء؟ أين الحياء يا أمة الحياء؟ يبلغ بنا الحال إلى هذه الدرجة. أنت زبال ما نتزوجكش. جاب الرداء الحطيمي تاعو هذاك قال له هذا مهرها، اشهد يا عمر واشهد يا أبا بكر أني زوجت فاطمة لعلي وهذا مهرها. زوجت فاطمة بعلي، وش أنجبا؟ أنجب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدا شباب أهل الجنة. تعال نعطيك وقفة أخرى فيها من العجب ما فيها. دائما نقولوا احنا مش طيش بنتك باش ما يفهموناش الناس عكس. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.